في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. اتحاد الكرة يعلن تلقيه خطاب التحكيم الأجنبي من الزمالك لمباراة سيراميكا. كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، وذلك لإدارة مباراته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز والمقررة يوم 20 مايو. وتأتي المباراة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وسط منافسة قوية مع بيراميدز والأهلي، ما يجعل اللقاء حاسما في تحديد هوية بطل الدوري هذا الموسم. وكانت إدارة النادي قد استقرت في وقت سابق على خوض مباريات الدوري بطواقم تحكيم مصرية قبل أن تعيد النظر في القرار وتطلب حكاما أجانب لهذه المواجهة المصيرية. ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة وفق الإجراءات المنظمة لطلبات الاستعانة بحكام أجانب.